مساء الخير لكل متابعي ومشاهدي راديو بوير اف ام برعاية منظمة شير وبالتعاون مع مؤسسة بوير الإعلامية. رح نكون معكم بثلاث حلقات إذاعية، ورح يكون الموضوع الواقع التعليمي بالمؤسسات التعليمية الخاصة والعامة. رح يكون معكم أنا شيف حسن. مستمعينا ومتابعينا، قبل الترحيب بضيوفي الكرام في الاستوديو خلونا نستمع لبرومو حلقات الإذاعية وبنرجع. أهلا بكم متابعي ومشاهدي راديو بوير اف ام برعاية مركز شير للتنمية المجتمعية وبالتعاون مع مؤسسة بوير الإعلامية راديو بوير. سنكون معكم من خلال 3 حلقات إذاعية من برنامج خاص، وسنلقي الضوء على أهم الظواهر التي تهدد البيئات التي يعيشها الأطفال تحديدا في المراكز التعليمية الرسمية وغير الرسمية، ومدى خطورة تلك الظواهر على الأطفال والخوض في الإجراءات والأساليب المتبعة للحد والتخفيف من تلك المظاهر. بكل تأكيد راح نستضيف في الحلقات الإذاعية المسؤولين والمهتمين بالمواضيع المطروحة وأهالي الأطفال. بإمكانكم متابعتنا عبر تردد 103.5 اف ام، وأيضا مشاهدة الحلقات بشكل مباشر من خلال تقنية فيديو البث المباشر عبر صفحتنا بوير عربي. أهلا بكم متابعينا وأعزائي مشاهدي ومستمعي راديو بوير اف ام. خلوني رحب بضيوفي الكرام في الاستديو. الأستاذ مصطفى فرحان، الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة. أهلا وسهلا فيك أستاذ مصطفى. والأستاذة نصرين مجيد موسى، العضوة في شبكة قائدات السلام ومن محبي العمل المدني. والأستاذة دلشة في مركز الإدارية في مركز هالو إنجليش. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا فيكم. بداية مستمعينا خلونا نستمع للتقرير وبنرجع للاستديو ولحوارنا. لا يخفى على أحد ما خلفته الأزمة السورية من آثار خطيرة على مجمل حياة المواطنين في سوريا، وكان من أهم هذه الآثار ما نتج عنها من كوارث فيما يتعلق ببيئة التعليم التي لم تكن قبل الأزمة السورية بهذا المنحى وخالية من المخاطر، فالضرر أصبح مركبا، وبالتالي توصف بيئة التعليم في شمال وشرق سوريا بعدم الأمان. لذلك لا بد من العمل على التنسيق والتعاون بين الجهات المختلفة وأصحاب المصلحة بالطرق الممكنة لتحسين هذه البيئة أو لطرح هذه المظاهر بشكل شفاف، وخاصة على منابر الإعلام، والتي يمكن أن تلعب دورا إيجابيا في وصول الصوت المنادي لأهمية التقليل من هذه المظاهر والأخطار، وأيضا حشد رأي عام حول هذه القضية. وبناء على مجموع النشاطات التي تم العمل عليها، وخاصة المنتديات المجتمعية والتي تتجلى من خلالها مجموعة من الأخطار والعوامل التي تساهم في تقوية المخاطر، ويجتمع ذلك على التقصير في أداء بعض الأدوار من قبل بعض القائمين على هذا المجال. لذلك لا بد من البحث والحوار على أهم المظاهر التي قد تؤدي إلى زيادة عوامل الخطر في البيئة التعليمية والأدوار المتوقعة والواجبة من الأطراف المختلفة، كما لا بد من البحث والتنويه على أهم الأطر والبنود القانونية الرادعة والمنظمة لمجموع السلوكيات المحظورة والممنوعة والممكنة داخل المؤسسات التعليمية أو أي مؤسسة تقدم خدمات التعليم. جد يسعد مساكم متابعينا. أهلا وسهلا بضيوفي الكرام. بالبداية خلينا ننوه متابعينا أنه نحن اليوم عم نتناول موضوع البيئة التعليمية، والبيئة هو كل ما يحيط ويكون فاعل في المراكز التعليمية الرسمية وغير الرسمية، بدءا من الهياكل التي تنظم عملية التعليم كالمديريات والهيئات التربية، وصولا للمعلمين والأبنية، وانتهاء بالأطفال وأهاليهم، والبحث في العلاقة بين كل هذه الأطراف. بداية رح نبلش من عندك أستاذ مصطفى. لو تكرمت تضعنا بصورة الواقع التعليمي، بيئة التعليم، وهنا نقصد العناصر التعليم المادية من بناء وأثاث ومناهج، أيضا الكادر القائم على العملية التعليمية
الأهم اللي نحن اللي بدنا نتناوله مسألة العلاقة بين الطلاب وأيضا بين الطلاب أنفسهم وبين الطلاب والمعلمين ضمن المؤسسات التعليمية العامة بداية وأيضا المراكز الخاصة لاحقا. نرحب بكم، شكرا لبوير لإتاحتها لنا بهذه الفرصة. الواقع التعليمي في الإدارة الذاتية الديمقراطية يبدأ من الصف التحضيري انتهاء بمراحل الجامعات. التعليم مجاني بشكل عام، التعليم مجاني عندنا بشكله العام. مراحل التعليم قلنا من التحضيري للجامعات. التعليم عندنا بمراكز الإدارة ب3 لغات، اللغة الكردية واللغة العربية واللغة السريانية. كل مكون يتعلم منهاج يأخذ منهاجه بلغته الأم. طبعا بالنسبة لواقع المدارس من حيث البناء، واقع المدارس فتنا على هالمدارس ودخلنا هالمدارس، المدارس قديمة. الإدارة الإمكانيات المتاحة لديها ما بتقدر تبني مدارس جديدة، عم تشتغل بمسألة الترميم المدارس القائمة أو إنشاء مدارس ضعيفة في بعض المناطق المدارسها شبه مدمرة بالكامل، خاصة يعني بعد الزلزال، خاصة بعد الزلزال ومناطق التماس اللي صارت فيها المعارك ومدارس كثير كانت تدمرت بهذاك المناطق. عدد المدارس في الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا أو عفوا في إقليم الجزيرة بحدود 2000 مدرسة. طلابنا يتراوح أعدادهم من الصف التحضيري للبكالوريا بحدود 240 ألف طالب. قلنا بالبداية كل مكون عم يدرس بلغته الأم كافة المراحل الدراسية. بالنسبة للعلاقة القائمة بين الطالب والمعلم، علاقة مربي كمعلم، طالب عم يتلقى التعليم. في شغلات كثيرة عم نتبعها بالإدارة، عم نتبع التعليم. يعني مسألة العنف داخل إطار المدارس، حتى مو بس عنف يدوي أو عنف جسدي، حتى العنف اللفظي كمان مرفوض عنا. هذا بشكل عام يعني ضمن إطار التعليم تبعنا. بالمختصر هاك النقاط الأساسية اللي أقدر أفيدكم فيها. يعني أستاذ فرحان، برأيك الأسباب اللي ساهمت بكثرة تواجد المراكز خاصة، ويا ترى البيئات الموجودة بهاي المراكز عم بتكون مجهزة ومعدة وآمنة؟ مثلا النواقص المتواجدة عندكم بالمراكز التعليمية الرسمية، كيفية التفكير من قبل المسؤولين في المراكز الرسمية لتقليل هذه النواقص؟ المراكز التعليمية الرسمية اللي عندنا مدارسنا قلنا مسألة البناء قديمة عم يشتغل فيها مسألة الترميم. طلابنا وسائل التعليمية، في ضعف بالوسائل التعليمية الموجودة عندنا. الوسائل التعليمية اللي تتعلق فيها بالأخص من ناحية المخابر في ضعف كبير بالمخابر موجودة عندنا. موضوع مناهجنا موجود، يعني مناهج ضمن المناهج تشكلت ضمن إطار لجان مختصة لكل مكون بتشكيل هذه المناهج. تم التفكير من قبل المسؤولين لكيفية تقليل من هذه النواقص اللي انت هلا ذكرت، مسألة المخابر ومسألة العمل أكثر على مسألة إعداد المناهج؟ ضمن هالإطار هذا عم نتواصل مع منظمات المجتمع المدني وبالأخص المنظمات الدولية كمان، وحتى الإدارة كمان في لها ميزانية محددة لهالأمور هدول عم نشتغل فيها. يعني كل سنة بعد سنة عم نطور هالأمور هدول وعم نشتغل على أساس تأمين مستلزمات الطلاب التعليمية، سواء كانت في المجال الترفيهية، الرسم، الموسيقى، الرياضة، أو ضمن إطار المخابر اللي تتعلق بالمراكز بالفيزياء، بالكيمياء، بالمواد العلمية، بالرياضيات، حتى ضمن إطار الخرائط الجغرافية. الكل عم نشتغل على هالأساس هذا، ولكن ضمن الإمكانيات المتوفرة لنا. يعني خارج إطار الإمكانيات في عم نلاقي صعوبة كثيرة فيها بهالمجال هذا. يعني الإمكانيات مؤثرة على هالموضوع بالتأكيد. الإمكانيات المادية والاقتصادية، حركة التعليم عندنا يعني عدد المدرسين بحدود 21,000 مدرس، 240,000 طالب. تأمين هالاحتياجات 2000 مدرسة وما فوق. تأمين هالاحتياجات ضمن إطار جغرافيا كمان كبيرة. يعني تأمين هالاحتياجات بدها إمكانيات اقتصادية قوية. يعني بنتوجه للأستاذة نصرين مجيد موسى. أستاذة نصرين، حضرتك حدا مهتم ومن محبي العمل المدني، لو تشرحي لنا حول أهم الملاحظات الضرورية والأساسية حول وضع بيئة التعليم بشكل عام وفق رأيك؟
في البداية أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا وشكرا بحضرتك. لدوير على الاستضافة. طبعا أنا بدي أحكي من ناحية المجتمع المدني، ما بدي أحكي لا عن السياسة ولا عن الاقتصاد. للأسف التعليم عنا في تراجع وعم يتأثر بشكل سلبي كتير بالظروف اللي حواليه. هالظروف ما بدي أحكي عنها بالتفصيل، بس أحكي إنه لإيش أدت هاي الظروف على نفسية الطالب. يعني الطالب عنا يتعرض للعنف بأشكال مختلفة، سواء كان لفظي أو جسدي أو جسدي، لفظي، معنوي. يعني مثلا في الأسرة منلاقي نتيجة الظروف المعيشية الصعبة إنه الوالدين يكونوا منشغلين عن أبنائهم، غياب الرقابة الوالدية عن متابعة تماما، أمور الطفل. نتيجة إنه منشغلين عنهم فالطفل يعني بيتأثر. كمان إنه في كتير من الأسر إنه ما فيها تشبع حاجات أبناء الاقتصادية. نتيجة هذا الشيء، النقاط اللي أنت هلا عم تتناوليها له علاقة بمسألة وضع بيئة التعليم. طبعا إنه بيأثر على الطالب إنه يا إما يهرب من المدرسة يا إما ما يروح على المدرسة نهائيا. هلا هذا الطفل مثلا ما عنده ثياب فرضا مرتبة، بده يخاف انه رفقاته يتنمروا عليه فرضا، فبيرفض الذهاب للمدرسة او يذهب للمدرسة، فبتلاقي انه يتنمروا عليه. تأثر على نفسيته، يؤدي هذا التفسير على يعني لكتير اسباب نفسية. صحيح. على نفسية الطفل. أنسة نصرين، يعني برأيك وفق رأيك يعني النقاط الضرورية والأساسية اللي لازم تكون متواجهة ببيئة التعليم وفق رأيك، كيف لازم تكون بيئة التعليم؟ بيئة التعليم إنه أهم شيء الراحة النفسية للطفل بالمدرسة وفي البيت. هدول كتير أشياء مهمة أساسية وضرورية جدا. كتير نتجنب العنف سواء أطفال أو يافعين أو شباب. مراقبة ومتابعة من قبل الأهالي ومن قبل الجهاز الإداري نفسه. مفروض يكون في إرشاد وتوجيه، مو بس بالبيت من قبل الأبوين الوالدين أو مثلا الأخت الكبيرة الأخ الكبير، كمان يكون في مراقبة وتوجيه وجهاز إرشاد نفسي بالمدرسة نفسها. مرشدين نفسيين، يمكن في نقص بهالموضوع بالمدارس، عدد المدرسين المرشدين النفسيين والاجتماعيين. أكيد. وحتى مو بس بالمدرسة، يعني يفضل خاصة بهاي الأوضاع أنه يكون في مراقبة من الأهالي بس بشكل غير مباشر، بشكل ما يشكل ضغط على الطفل. أنه طفلي مزبوط عم يروح على المدرسة، خليني يتابعه مثلا من البيت للمدرسة أو من المدرسة للبيت. بالعكس، أنه أخليه يتجنب مثلا الاحتكاك مع أشخاص غرب. أتأكد أنه عم يروح على المدرسة، بس مو أنه أمنح الطفل عدم الثقة فيه أو الشاب، لا بالعكس، أنا بثق بطفلي، بس كمان هذا ما يمنع أني أخاف عليه من هاي البيئة اللي للأسف عم نلاحظ التدخين صار منتشر بشكل كتير كبير، حتى أشياء أكبر من التدخين مثل الممنوعات أو هيك شيء. فمن حق الأهالي ومن حق المدرسة يطمنوا على سلامة هذا الجيل. أيوة. أنسة نصرين، لو عندك معلومات أو رؤى حول مدى أو إمكانية التعاون بين القطاع التعليمي العام والخاص. والله يعني ما عندي معلومات أكيدة، بس بحبذ وفق رأيي يعني إنه يكون في اتصال ما بين القطاع الخاص، تعاون وتنسيق بين اتصال وتعاون وتبادل معلومات. وحتى المناهج يعني فيهم يتفقوا على مناهج إنه يحطوا اثنيناتهم بشكل مشترك، ويكون في حتى في مثلا مباريات، دورات تثقيفية، توعوية، نشاطات رياضية ما بين الاثنين، يعني يكون في تواصل بين أيوة بالضبط. ما يكون في انقطاع وفصل بين القطاعين الخاص والعام. أنسة دلشا، الأستاذة دلشا، باعتبارك إدارية في مركز تعليمي خاص، لو نتعرف أكثر على المراكز التعليمية الخاصة قانونيا. يعطيك العافية أنسة شيرين. أهلا وسهلا، وشكرا على الاستضافة الحلوة هاي. شكرا لحضورك. يا أهلا.
نحن كمركز تعليمي للغات نحن منفصلين تماما عن المدارس الخاصة. ومركز تعليمي له، كل مركز تعليمي خاص له سياسته الخاصة. ونحن كمركز هلو انجليش عندنا سياستنا الخاصة. بداية اشتغلنا ضمن الشروط القانونية، وحصلنا على الترخيص من الإدارة الذاتية، وكان عندها شروط ووافينا هاي الشروط من حيث البناء والكادر التدريسي والمكان المعهد والأمان اللي لازم يتوفر بالمعهد. هاي كل الشروط وافيناها. وحصلنا على الرخصة. كمان السياسة عندنا الطالب لما يقدم يعني بيعرف حاله انه عم يدفع، هون لازم بيحصل على المقابل. صحيح. من اهتمام، من دعم، من متابعة مع الأهل. صحيح. وهاي الأمور. سيدي رشا، آلية التعليم ضمن مراكزكم التعليمية الخاصة، لو تحدثينا عن آلية التعليم من حيث المواد، الحصص، أعمار المدرسين، مدة الخدمة، أيضا مسألة كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة والتقنيات المتوفرة في العالم الفضائي. تحدثي لنا عن آلية التعليم عندكم بالمركز. آلية التعليم هو الطالب أول شيء نبلش من الطالب أول ما يقدم لعنا. بنعمله تحديد مستوى للغة اللي بيقدم عليها. نحن عندنا اللغة الإنجليزية، الفرنسية، الروسية والألمانية حاليا. بيقدم نعمله تحديد مستوى، وعلى أساس هذا المستوى بنضيفه لجروب إنه يكون على حسب عمره ومستواه. تحديد مستوى بيكون على حسب عمره ومستواه، إنه الصغير ما لازم يكون بين الكبار والكبير ما لازم يكون بين الصغير، لأنه التلقي بيكون مختلف عند الاثنين. تلقي المعلومات طبعا. والأستاذ لما بنوصفه عنا كمان بيخضع لمقابلة، فحص مقابلة بيكون من قبل المشرف. المشرف كمان بيكون مختص وخبرة ومخضرم. نبلش مع الطفل بحسب مستواهم مثل ما قلنا. الأعمار من 11 وفوق. من سن 11 بنبلش نستقبل طلاب اللغة. الكادر التدريسي نبلش مع الطفل. كل مستوى، المستوى لما يبلش الطفل بالمستوى العقد بيكون مع الأستاذ إنه على أساس هذا المستوى. يعني الطالب لما ياخد مثلا ليفل 1 بيبلش والأستاذ بيبلش معه لمدة 3 أشهر بيضلوا مع بعض. هون يعني تقريبا إذا ما يصير ظرف طارئ مع الأستاذ ما لازم نغير الأستاذ، بيكون الطالب تعود على أستاذه، على لهجته، يكون نفس الأستاذ متابع بالمراحل الثانية، متابع معه بقدر الإمكان إذا ما تغيرت الظروف. وكيف بتستفيدوا من التقنيات المتوفرة حاليا بمجال العالم الفضائي؟ التقنيات في عنا شاشات، بكل قاعة في عنا شاشات عرض وإسقاط. بنستفاد منها بمواضيع الصوتيات اللي بالمنهاج نفسه. بنعرض عليها أفلام إنجليزية، أفلام تعليمية للأطفال. في عنا أفلام كرتون كمان مثلا بالإنجليزي، بالألماني أفلام كرتون ألماني، يعني حسب اللغة اللي بيتلقاها المتلقي. في عنا جروبات واتساب بنتواصل مع الطلاب على الجروب. في عنا تواصل في كمان عنا تواصل مع الأهالي عن طريق الواتس. الطالب إذا بيغيب إذا بيتأخر فورا نتواصل مع الأهل. مثل ما حكت أنسة نسرين، في طلاب متسربين بيحكوا للأهل إنه رايحين على المركز وهم مو جايين. التواصل بيكون فوري. هون التقنية عم بتساعدنا. يعني في تسرب حتى من المراكز الخاصة. في طلاب يعني الأهل بيتفشون على اللغة، وفي طلاب من رغبتهم وحبا باللغة عم بيجون. في عنا صفحة فيس بننزل عليها كمان المحادثات اللي نصورها، النشاطات اللي بنصورها مع الطلاب، والإعلانات اللي بننزلها، كله موجود على الصفحة. جميل جدا. متابعينا، خلونا هلا نستمع للاستطلاع يلي اجروه فريق راديو بوير اف ام مع الاهالي، وحول موضوع بيئة التعليم كيف بيشوفوها بمناطقنا. خلونا نستمع للاستطلاع وبنرجع نكمل حوارنا مع الضيوف الكرام. بالنسبة للتعليم بالمؤسسات الرسمية والخاصة، بالمؤسسات الخاصة بيكون فيها التعليم موسع أكتر، وعدد الطلاب بالصف الواحد أقل، اهتمام الأساتذة أكتر،
أما بالرسمية بيكون عكس هيك، اهتمام أقل، طلاب بيكونوا أكتر. بس المشكلة إنه المؤسسات الخاصة بتحتاج تكاليف باهظة كتير، خاصة بالوضع الراهن. لهيك نتمنى الاهتمام بالمؤسسات الرسمية العامة أكتر، حتى ما يحتاج الطالب يروح على الخاصة ويدفع تكاليف باهظة أكتر من قدرته. بالنسبة لمدرسة ولادي بيروحوا على المدارس الخاصة، لأنه المدارس الحكومية كتير عشقة، وكل 4-5 طلاب بمقعد. هون الطالب ما بياخد راحته وما بيفهم دروسه منيح. بس المدارس الخاصة كل طالبين مقعد، هذا الشي منيح، والطالب هيك بياخد راحته أكتر وبيفهم دروسه أكتر. وأسلوب المعلمين الحمد لله منيح، بيفهموا الطالب منيح، وكل شي بيعطوا الطالب دروس بيبعتوا للأهالي على الإنترنت ليكون عند الأهالي علم بكل دروس. وهذا الشي كمان منيح، لأنه مرات الطالب ما بيعرف شو أخذ الدرس، فهون نحن بيوصلنا كل شي على الإنترنت. الحمد لله لا ما في ضرب، وبيفهموا الطالب هيك بأسلوب منيح. عن التدريس، عن وضع التدريس بآخر كم سنة، بصراحة الوضع بشكل عام كتير رديء. التدريس صاير ضعيف كتير بآخر كم سنة. يعني بصراحة تفوت على المدرسة تلاقي 50 طالب قاعد بشعبة واحدة. هالطالب كيف بده يفهم؟ كتير شغلات لازمين مثل الصوبيات مع زوت، بالصيف ما في كهرباء. هلا بالنسبة لوضع التعليم ضمن مناطق شمال وشرق سوريا جيد جدا، كون التدريس هو بلغة الأم، بالإضافة إلى نظام التقيمات ضمن جامعات شمال وشرق سوريا هو نظام التقيمات النظام المشابه للجامعات الأوروبية والأمريكية. الصعوبة الوحيدة اللي نحن عم نواجهها إنه هو صرنا سنين ونحن عم ندرس ضمن هاي الجامعات وما بنعرف شو رح يكون مصيرها، إنه هي مالها معترفة. أنا شايفة التعليم بهالوقت مو مثل تعليم أيام زمان. تعليم أيام زمان كان أحسن وله قدر وأهمية أكتر من هلأ. الدكاترة كانوا يهتموا بالطلاب، الطلاب كانوا يدرسوا. بس بهالوقت صار العكس. الطلاب ما بقى يهتموا بالدراسة، ولا دكاترة الجامعة يهتموا بالطلاب. والجامعات الخاصة مو أي واحد يقدر يروح على الجامعات الخاصة لأنه مكلف كتير. مساكم متابعينا. أستاذ مصطفى، بنسأل حضرتك لو نتطرق لآلية التعليم في المراكز التعليمية العامة، كيفية طريقة التعامل مع الطلبة، تأمين الاحتياجات، تأمين خروج الطلبة من المدارس بشكل آمن بدون التعرض للأخطار، والخدمات اللي بتتعلق بالصحة، في حال وجود أيضا نقطة أخرى، وجود حالة بتتطلب تدخل اجتماعي أو تدخل نفسي، هل هناك من آليات للتعامل مع هذه الحالات في مراكزكم التعليمية العامة؟ هلا بالنسبة لنا قلنا بالبداية يعني مدارسنا مجانية بدون نعم. أي مقابل. الإدارة أو هيئة التربية مبنى موجود عم تقدم المبنى، أدوات تعليمية، وسائل تعليمية، طاولات، مياه شرب، كل هالأمور. يعني الشغل المتعلقة بالمراكز بشكل مباشر الطالب يستفاد منها. هذول هن العلاقة قلنا الموجودة بين الطالب والمعلم، علاقة معلم مع طالب، واحد عم يعطي علم، الثاني عم يتلقى العلم، إلى جانب الحالة التربوية، كيفية إيصال المعلومة. مسألة تأمين الاحتياجات، الاحتياجات ما بعرف الاحتياجات، وخاصة مسألة توفر مياه نظيفة في المدارس، توفر محروقات خلال فصل الشتاء. خلال المحروقات، مسألة المياه بكل مدرسة في مياه شرب نظيفة، في مياه شرب نظيفة يتأمن للطالب بشكل كل المدارس يعني متوفرة مياه، كل المدارس حسب الحالة المتوفرة. هلا لو نرجع مثلا في مناطق مسألة الحسكة والمياه يعني مشكلة عامة، يعني مشكلة عامة حسب الحالة المتوفرة عم يتأمن للطالب. المحروقات بشكل عام عم يتأمن لكل المدارس المحروقات بالنسبة لمجال التدفئة.
أستاذ خروج الطلاب واهتمامهم بالمدارس أثناء الانصراف أو أثناء الباحة أو أثناء الفرص. كمان في معلمين مختصين بيتواجدوا أثناء الفرصة مع الطلاب، يكون بيناتهم حفاظا للاصطدامات والمشاكل بين بعض. هاي الأمور كمان موجودة ضمن إطار المدرسي، يعني ضمن اطار المناهج المدرسيه اللي عم يشتغلوا عليها يعني. نعم. مساله الطلاب وفي حاله مثلا طالب عنده حاله انطوائيه او حاله عزله او عنده مشاكل محدده، كمان في بهالاطار هذا في معلمين عم يختصوا بهالمجال هذا، مرشدين عم يشتغلوا. مو مرشد بمعنى مرشد مختص، هذا اختصاصه. ما وصلنا للامانه، يعني ما وصلنا لنحط مرشد مختص لهالامور هذا، ولكن المعلم ضمن اطار الصف تبعه عنده 25 طالب 20 طالب، يقدر يميز بين هالطالب احتياجاته، في عنده مشكلة محددة عم نتحاول نتقرب منه، مسألة غياباته، الاتصال مع الأهالي، مثل ما قالت الآنسة عن طريق غرف الواتس اللي نحن كمان مشكلينها. طالب يتسرب عم نحكي مع الأهل ليش ما إجا، عنده حالة غياب، في متابعة لموضوع عنده حالة غياب متكررة مثلا خلال أسبوع، عندنا أمور ورقية عم نبعثها للأهل. كل شهر في اجتماع لأولياء الطلاب عم نجيبهم، عم نخبر الأهالي مستوى التعليم الموجود عند هالطالب هذا وين وصل، الصعوبات اللي عم يتعرض لها، المشاكل يعني كل هالأمور في تنسيق بين المدرسة، الكادر التدريسي بالمدرسة، وبين أهالي الطلاب الموجودين بهالمدرسة. في تنسيق إلى حد ما، بالتأكيد إذا قلنا الحالة 100% أكيد لا، ولكن في تنسيق وعم نسعى لإيجاد تنسيق أكثر من هيك. في معاناة في قسم من الأهالي ما عم يهتموا حتى بابنه كمان، ذكر إنه في مشاكل كثير بهالأمور هذا، يعني طالب عم يطلع من البيت ما بيكون في متابعة من الأهل للموضوع، رايح على المدرسة ما يجي على المدرسة، إذا المدرسة ما اتصلت مع الأهل محتمل في قسم من الناس حسب الحالة اللي كنا عم نمشي فيها، قسم من الناس خلال سنة كاملة ما يجي يسأل ابنه إيش وضع ابنه. يعني في تقصير من قبل الأهالي أيضا. مع هاد المدارس عم تتصل مع الأهالي وتحاول قدر الإمكان تحطهم بالصورة. مسألة الحلول النفسية لحالات نفسية إذا مرقت مع الطلاب أو حالات اجتماعية، ما في مرشدين نفسيين؟ تحدثت إنه نحن بنفتقر لنصل لهالدرجة إنه يكون في عنا مرشدين نفسيين أو اجتماعيين بكل مدرسة، ولكن من الممكن إنه يكون في تأهيل نوعا ما للمدرسين الموجودين بالمدرسة، يعني تأهيل كيفية التعامل مع الحالات النفسية، حالات نفسية لطفل ما، يعني بالتأكيد يكون في دورات تأهيل، دورات يعني تثقيف حول الأمور أو آلية التعامل مع الطلاب اللي بيكون عندهم حالات نفسية. هلا عندنا نحن بالنسبة لحالة الحالة السلوكية للطالب، الحالة السلوكية للطالب يعني عم نهتم فيها أكثر من الحالة التعليمية كمان. يتم التركيز على الحالة السلوكية عندنا درجة، مثلا عندنا 100، عندنا مثلا 10 مواد، مثال بالصف السابع 10 مواد أو 7 مواد أو 8 مواد. عندنا 15 بند لحالة السلوك، 15 بند لحالة السلوك. هل 15 بند لحالة السلوك يبدأ من حالة النظافة، من حالة النظافة الطالب من حالة النظافة، لا مرورا بحالة اللبس، مرورا بمدى استماع الطالب للمعلم، بمدى يعني سلوكياته ضمن الصف والمدرسة، سلوكياته ضمن الصف ضمن المدرسة، اختلاطه مع الطلاب، الحالة الانعزالية اللي له، الحالة العنف الموجود هو يوم ينزل على الباحة، كيف عم يتعامل مع زملائه، عم يتعامل بحالة عنف، عم يتعامل بحالة هدوء، الحالة الحركية الموجودة عنده لأي درجة، مثلا بحصص الرياضة أو بحصص الرسم، يعني في اهتمام وتركيز على هالنقاط بالمدارس التعليم العامي بشكل كبير. وحتى عندنا مسألة الترفع الفصلي للطالب بالمادة بالبرانش عم نعتمد 40%، بحالة السلوك عم نعتمد 60%. إذا الطالب ما جاب 60% الترفع الفصلي أو الترفع السنوي عنده بيكون بنعطيه مجال لإعادة السنة كاملة، أو نخضع هالطالب إذا كان مسألة الترفع عنده متعلق بحالة السلوك، عم نوجهه لمراكز خاصة ليتخلص من هالأمور هدول.
ممكن مشاكل نفسية أو عقلية أو جسدية أو عقلية أو أي بحاجة مشاكل لمتابعة بمراكز أكثر متخصصة. بمراكز مختصة يعني. أستاذ مصطفى، يعني كنت قد سألت قبل قليل عن مسألة كثرة المدارس أو المراكز الخاصة. هنا أود السؤال، يعني التكاليف التي يتم تخصيصها في المدارس العامة برأيك ألا تكفي لتكون مدارسنا العامة قريبة نوعا ما من آلية التعليم والاهتمام الموجود بالخاصة برأيك؟ هلا نحن بالنسبة للإدارة الذاتية ما عندنا شيء اسمه تعليم خاص. تعليم خاص، حتى رخص تعليم. طبعا التعليم شو هو التعليم؟ نحن بنعتبر التعليم حالة منهاج منظم ضمن الإدارة الذاتية الديمقراطية. أما التعليم الثاني عم نعتبر محتمل تعليم مهني. محتمل يكون تعليم مهني أو تعليم لغوي خارج عن الإطار المنهاج المتفق عليه ضمن الإدارة الذاتية. هالتعليم هذا له مراكز خاصة، حتى عم نعطيه مجال التراخيص يعني. ولكن المشكلة يعني شلون هي التعليم الخاص مثل ما قلتي، او التعليم المهني نقدر نقول يكون ادق. انا برايي التعليم المهني يكون ادق يعني. عنده قوة اقتصادية قوية، عم ياخذ مصاري من هالطالب، حالة طبيعية بالنسبة للبناء يكون مميز من حالة الدهان والنظافة وإلى آخره. حتى الطاولة اللي يقعد عليها يكون حالة مميزة. والكادر الموجود عنده كمان لازم يكون كادر في عنده طاقات وإمكانيات، لأنه هذا عم يدفع مصاري وعم ياخذ من بداله مقابله الحالة المهنة اللي بده يتعلمها، أو اللغة أو شو ما كان المهنة اللي بده يتغلب، سواء كانت لغة، سواء كانت مهنة خياطة، سواء كانت مهنة حدادة، سواء كانت مهنة أي مهنة ما كانت، أو سواء كانت دورات تثقيفية وتعليمية للمنهاج اللي عم ينعطى بالمراكز المدارس. هون المشكلة يعني. المشكلة الأساسية مشكلتنا مع المراكز الخاصة تحت تسمية المراكز التعليمية الخاصة تعليمية خاصة باللغات. عم يعطوا مناهج حتى هلا عندنا قرار الإدارة الذاتية التعليم الخاص. بدنا نفتح، يجي عندنا مركز بده يفتح تعليم خاص لتعليم اللغة الإنجليزية أو تعليم لغات. عم نعطيه موافقة بشرط أن يستثنى منها لغات الإدارة الذاتية الديمقراطية، وهي اللغة الكردية والعربية والسريانية. ما تنعطى هاللغات كلغة ضمن إطار هالمراكز هدول كمنهاج قصدك؟ طبعا كمنهاج، حتى كتعليم لغة. يعني واحد بده يروح يتعلم اللغة العربية عند الأنسة، عندها مركز، ما بنعطيه موافقة. طيب ممكن أسأل سؤال، يعني لماذا عدم الموافقة؟ ممكن يكون داعم الطفل اللي يكون يصير عنده خبرة أكثر، تعليم أكثر، اهتمام أكثر. باعتبار نحن كحالة سياسة الإدارة إنه التعليم عندنا مجاني. نعم. إذا فتحنا مجال للتعليم الخاص مثل ما هلا قبل الأحداث اللي صارت أو قبل الوضع اللي كنا فيه، التعليم كمان كان مجاني بشكل عام بسوريا، صح ولا لا؟ نعم. فتح مجال التعليم الخاص، صار ضعف بإعطائهم بالمدارس العامة. في طبقة محددة عم تطلع على التعليم الخاص نتيجة الإمكانيات الموجودة عندها، والطبقة الثانية اللي ما عندها إمكانيات ما تقدر تروح على التعليم الخاص. فهون تعليم بالمدارس العادية، بالمدارس اللي تابعة للإدارة، ضعف قوة العطاء عندها، صار ضعيفة قوة العطاء عندها، انكسر يعني. حتى المعلم، بسبب توجه الطلاب للمراكز الخاصة. ايه بسبب توجه الطلاب. حتى المعلم صاحب مهنة، المعلم صاحب مهنة، عم يجي لعنا ياخذ شهري مثلا راتب شهري، مثال عم بقول 520 ألف، صح ولا لا؟ عم يروح على مركز خاص عم يتعامل بالدولار. حالة طبيعية قوة العطاء الموجودة عنده ضمن إطار 8 ساعات أو 6 أو 4 ساعات الموجودة عندنا رح يكون ضعيف. ليش يكون ضعيف؟ لحتى هالطالب يترك هالمدرسة هاي ويتجه للتعليم يعني الخاص. برأيك الاهتمام بيكون اهتمام المعلم بإعطاء المعلومة بيكون أكثر بالمراكز الخاصة، لأنه بيكون في مردود مالي أكثر، فهذا شيء مؤثر على أنت. بالتأكيد هذا. والمعاناة اللي شفناها وقلة الطلاب بالمدارس بالأخص بالمناهج العلمية، رياضيات، فيزياء، كيمياء، علوم، قبل الأحداث اللي كانت تصير، كان السبب العامل الأساسي هذا هو. يجي مدرس الرياضيات على المدرسة قوة العطاء عنده ضعيفة، عم يتعب حاله. ليش؟ عنده 50 طالب بهالمدرسة هاي، 50 طالب إذا استفاد من 20 واحد لعنده بالمراكز الخاصة صار مردود مالي عنده كبير. هي يعني باعتبار هالسياسة بالأساس مرفوضة عنا، لهيك
مسألة التعليم بالمراكز الخاصة كمان مرفوضة عندنا. هلا ايش عم يعملوا المراكز الخاصة الموجودة اللي نحن نعطيهم تراخيص؟ ضمن إطار تراخيصنا عم يبلشوا يعطوا مناهج الدولة السورية، يعني مناهج الدولة السورية عم يعطوا طلاب الصف التاسع أو طلاب البكالوريا ضمن إطار التراخيص، يعني حتى حالة احتيال على قرار الإدارة، قرار الإدارة اللي عم ياخذ نتيجته رخصة محددة من عندنا مشان يتعلم اللغة الألمانية أو اللغة الإنجليزية بحالة غير شرعية يدخل الطلاب وعم يعطي فيهم المناهج. يعني صار استفادة أكثر من هيك، يعني استفادة المناهج عم يستفاد أكثر من حالة اللغات الموجودة عندنا. أستاذة نصرين، نسأل حضرتك كيفية، تحدثنا عن كثير أمور ومشاكل بقطاع التعليم الرسمي والعام، كيفية معالجة المشاكل والأخطار ضمن المراكز التعليمية العامة وفق وجهة نظرك والخاصة أيضا؟ أكيد في مشاكل، هلا نحن طرقنا لبعض المشاكل، بوفق رأيك كيفية معالجة المشاكل والأخطار؟ هلا قصدي مشاكل متعلقة بالتعليم. أول شيء إنه الكادر التدريسي يكون مختص، ذو كفاءة، بحاجة نحن لمختصين أكيد. وكمان يكون قبل الاختصاص والكفاءة يكون عنده ضمير، مثل ما تفضل هون الأستاذ، يبخلوا بالمعلومات بالمدارس الخاصة، بالمراكز الخاصة، ويعطوا المعلومات. يعني أنت كمان ملاحظة لهذا النقطة؟ هذا الشيء ملاحظ أكيد، وبوافق الأستاذ مصطفى. كمان مو بس الكادر التدريسي، الإدارة لازم تكون مثل ما عم تتابع الطلاب تتابع الأساتذة كمان. فرضا أنت مدرس بهذا المركز، ما بنمنع رزقه، بس إنه المواد اللي يعطيها بالمركز العام ما يحق له يعطيها بمراكز تانية خاصة. طبعا هذا الشيء بعتقد إنه صعب شوي، لأنه هاي حريته الخاصة وهاي حياته. كمان نوفر وسائل ومخابر، أدوات تساعد الطلاب على الفهم. يعني نطلع من مرحلة التلقين، بيكون في ممارسة عملية حتى لا الطالب يمل، ولما يمارس عملي أكيد تتركز المعلومة وتترسخ بذهنه كمان أكتر. وكمان أنا عم بركز كتير على التوجيه للطلاب والإرشادات. يعني حتى ما في مانع أنه فرضا كل 15 يوم يكون في حصة توجيهية للطالب تشجعه على الدراسة وعلى التركيز وعلى ممارسة العلم. وكمان حتى ما يمل الطالب بالمركز العام يكون في وسائل ترفيهية، مثلا يكون في حصص رياضية، في حصص للهوايات، يكون في مثلا مباراة أنشطة بينهم وبين مدارس تانية متعلقة بالمنهاج وغير المنهاج، حتى تحفزوا أنه يدرس أكتر. تحدثتي عن كثير من الأمور اللي ممكن تكون مساعدة لمعالجة المشاكل والأخطار ضمن المراكز التعليمية العامة التخصصية. نحن بحاجة لتخصصية أكثر بالإعطاء والمخابر. أيضا مسألة يكون في حصة كل 15 يوم، حصة توعية للطلاب وللمدرسين أيضا بالمراكز الخاصة. أستاذة نصرين، هلا بعتقد انه بالمراكز الخاصه مثل ما تفضل الاستاذ، انه باعتبار خاصه وتاخذ مصاري، فاكيد عندهم امكانيات اكثر، يوفروا اجهزه، يقوموا بانشطه. بس هذا بعتقد انه نفس الشيء اللي عم نعمله بالمراكز العامه نعمله بالمراكز الخاصه كمان، نفس الشيء يعني. ايه، والمتابعه ثم المتابعه، انه نضل نتابع المتفوق، نشجعه اكثر، تحفيز للطالب بس هذا ما بيعني انه نستهزئ او نقلل من شأن ما بدي يقول فاشل، الاقل كفاءة. بالعكس نحفز هذا نشوف نقطة ضعفه وين، نركز عليها، ونحاول انه قدر الامكان الجيل كله يطلع جيل متمكن وواعي ومتعلم بشكل صحيح. خلينا نتحدث كمان عن النواقص والإهمال وعدم المتابعة بالطلبة والدراسة لدى المراكز التعليمية العامة. يعني هناك حديث عن هذا الأمر، كيف ترين إنه في نواقص وإهمال بالطلبة بالمراكز التعليمية العامة؟ الحقيقة الإدارة الذاتية أنا
بشوف انه عم تتابع. بس للاسف الاهالي، في كتير اهالي عم يتهربوا انه يبعتوا اولادهم على تقصير من الاهالي اكثر شيء. لا مو قصدي انه عدم متابعه. هلا الإدارة الذاتية مشكورة، بس مثل ما تفضل الأستاذ أخذوا الأبنية جاهزة بس لسه ما عندهم هالإمكانات وهالوسائل. يعني نحن هلا صرنا بعصر الفضاء كمان حتى. يعني بدنا أدوات تكنولوجية، بدنا كمبيوترات، بدنا لابتوبات، بدنا كتير أشياء. يعني عم نركز على الناحية الاقتصادية، فما بعرف إمكانيات الإدارة الكتلة المالية اللي عم تحددها للمدارس شو هي، بصراحة ما عندي فكرة. يعني حبذا لو قدر الإمكان يكون في تركيز أكتر بعد على العلم والبيئة التعليمية. يعني حتى إذا يحطوا مثلا كاميرات مراقبة، أكيد بتوقع فيه بالشوارع، تحسين البيئة التعليمية، تحسين الصف بشكل عام. مثلا الاهتمام بالمدرسة، نظافتها، زرع الأشجار، الاهتمام بأساسات المدرسة. يعني انه نحفز الطالب انه يكون هيك نفسيته مرتاحة لا يقدر يتلقى المعلومة وسائل مساعدة للتعليم. انا بركز على انه نوفر وسائل، ما بدي يقول رفاهية، بس أساسية، يكون في وسائل أساسية لحتى الطفل أو الشاب الطالب يتمكن من تلقي المعلومة. وبالعكس قد ما أخذ يقول أعطوني أكثر، ما يمل من الحصة. أيضا ممكن يكون الطفل يتحول من متلقي أيضا لفعال بعملية التعليم أكيد. ومشارك بعملية التعليم. كان في نقطة كمان إنه نهتم إنه الكادر التدريسي يكون مختص. للأسف في عنا نقص كتير بالكوادر التدريسية المختصة. نعم. لأسباب معينة كلنا نعرفها. فياريت يكون في تأهيل أكتر ودورات أكتر للكادر التدريسي نفسه، مو بس للطلبة. يعني يكون في بعد دورات، إنه كل شوي في تطورات جديدة بالعالم. وفي يعني مثلا نقول اللابتوب، المعلوماتية وهدول كلها، إنه يكون المدرس نفسه ملم بالمادة لحتى يقدر يعطي المادة ويتقبل الطالب. يعني يكون متابع للتطور أكيد التقني. مثل ما فرضا بالطب كل شيء في تطورات، كل يوم في تطورات جديدة. بنفس الشيء بالنسبة للتعليم. بالتعليم العام يعني في دورات عم تنعطى بشكل مكثف للمدرسين. نحن عم نتابع هالموضوع، بس انت تطرقتي لموضوع انه يكون في متابعة لمسألة الامور التقنية والامور التكنولوجية. أيوة. يكون في والتخصصية اكثر. بالنسبة للأستاذة دلشا، البرنامج اليومي بالمراكز التعليمية الخاصة كيف بيكون؟ والطالب عنا بيخضع لعنا للتعليم بيكون بحسب المستوى مثل ما قلت من قبل. المستوى لا عنا مستويات باللغة. مثلا عنا بمنهاج الليتس جو عنا من المستوى الأول للسادس. كل مستوى بيضل 3 أشهر. كل أسبوع في 3 حصص، ويعني ما يعادل 12 حصة بالشهر. البرنامج اليومي كيف بيكون منظم لدى الطالب عندكم؟ الطالب بيجي عندنا ساعة باليوم. يوم يوم لا عنده الكورس بس ساعة، يعني أكثر من هيك ما بقى يتلقى. هاي الساعة تكون مكثفة ما بين المحادثة، ما بين الصوتيات، ما بين الإملاء، ما بين الكتابة وهي الأمور. أستاذة دلشا، الفرق بين أي مركز تعليمي خاص وعام برأيك من حيث التدريس ومن حيث تقديم الخدمات، شو المميز عندكم كمركز تعليمي خاص عن العام؟ المركز العام هو بيكون عنده سياسة يمكن ما بيقدر يغيرها، انه جاي فرض قانون انه بيمشوا عليه. نحن هون ميزة التعليم الخاص بيكون يعني مثلا هلا مثلا اخذت هاي الاراء كلها بعين الاعتبار، ممكن اطبقها عندي بالمركز. بشوف ملاحظات الاهالي بطبقها عندي. اي شيء فيه تطور، في مرونه اكثر في اي شيء اشوف انه فيه تطور ويطور من شغلي ومن مستوى الطالب التعليمي فورا بنفسه. يعني بعمل اجتماع مع الاساتذه ونظبط الوضع على أساس إنه هذا الطالب يتطور، وعلى أساس إنه هذا المركز يتطور. يعني في مرونة بالتعامل مع الأساتذة، مع الطلاب، مع التعليم بشكل عام.
بنتوجه هلا او بنروح لفاصل وبنعود مع ضيوفنا الكرام. من جديد يسعد مساكم متابعينا. أستاذ مصطفى فرحان بنتابع معك. خلينا نحكي هون عن معاناتكم في المدارس العامة، بداية مع الطلبة، أهم المشاكل يلي بتواجهكم، وثانيا مع أهل الطلبة وطلباتهم ومراجعاتهم. هلا المعاناة في لنا تحديات، يعني بلشنا بمناهج الإدارة الذاتية. الصورة العامة المتعارفة عند الأهالي إنه هالمناهج مو معترفة. بعد ما يتخلصوا هالطلاب وين بدهم يروحوا، وين بدهم يداوموا، الحالة متعلقة بالوضع السياسي العام، كيف راح يكون بالمستقبل وضع أبنائنا في حال صارت التسوية السياسية بالمنطقة. هذا معاناة يومي عم بنتعايش فيه. مع العلم كقراراتنا نحن كالإدارة الذاتية الديمقراطية عم بنقول إذا ضلينا على هالحالة هاي، الواقع اللي عم نمشي فيه، خريجي جامعات اللي عم يتخرجوا من عنا من اليوم حتى 10 سنين كمان، إذا بدنا نغطيها خريجي جامعات بنغطيهم بمجال العمل، يعني نحطهم بحالة العمل ما بيكفونا كمان، ومحتمل أكثر كمان. يعني مجمل خريجي جامعات والمعاهد هلا عم نوظفهم عنا ضمن إطار الإدارة الذاتية، مؤسسات الإدارة الذاتية الديمقراطية، سواء كانت مؤسسات تعليمية أو خارج إطار التعليمية. يجينا واحد يا أخي بلكي ابني راح على الشام، بلكي راح على حمص، بلكي راح، هاي حالات عم نعاني منها كمان. اتهاجر في زيادة بنسبة الأشخاص اللي عم بيهاجروا أستاذ مصطفى؟ في الهجرة، مسألة الهجرة مفتوحة بشكل عام، يعني ما هذا موضوع تاني، ولكن التحدي الأساسي اللي عم نعانيه هذا هو. مع العلم عم نسعى دوليا، لفتح علاقات سواء كانت عن إطار هيئة التربية أو عن إطار الجامعات، حتى تكون في علاقات متبادلة بيننا وبين جامعات موجودة بالعالم بشكل عام، سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو حتى ضمن إطار المناطق العربية. عم نسعى كعلاقات، عم نسعى بهالمجال هذا بشكل قوي يعني. وحتى في قسم من المنظمات عم تدعم حركة التعليم الموجودة عندنا هون بقوة. بلشت يعني قبل كانت حركة، كان دعم المنظمات عن طريق ترميم البنية التحتية للمدينة. هلا توجهت المنظمات إلى حد ما لدعم المدارس، سواء كانت بناء أو ترميم أو تأمين وسائل تعليمية. بلشت توجه المنظمات عم يدعموا الإطار التعليمي. نحن نطمح أكثر، يعني نطمح أكثر في حال التسويات السياسية نحطها على جنب. في حال الواقع استمر بهذا الشكل عم نحاول قدر الإمكان فتح قنوات قوية بيننا وبين جامعات، سواء كانت أوروبية أو أمريكية أو كان التحديات الثانية اللي عم نشوفها غير هالأمور هدول، يعني مثل ما قلت الطلاب في عنا يعني بالأخص بالشهادات التاسعة والبكالوريا القسم الكبير عم يتجه لمسألة النظام. عم يفكر إلى حد ما أنه هالشهادة هذا معترف. إيش بدنا نعمل كمان؟ عم نعاني من هالمعاناة كتير، يعني عم نحاول قدر الإمكان
نقنع هالأهالي إنه مستقبل الطلاب موجود عندنا. حتى مرات عم نصل لدرجة عم ناخذ قرارات محتمل نحن مو مقتنعين فيها. يعني هلا إحدى القرارات الموجودة عندنا يجينا طالبين خريج جامعة روج آبا وخريج جامعة دمشق، عم نعطي الأفضلية التعيين لخريج جامعة روج آبا. محتمل كحالة ديمقراطية محتمل نحن ما مقتنعين فيها، ولكن مضطرين لتثبيت الواقع التعليمي الموجود عندنا ضمن إطار قرارات عم تصدرها الإدارة لحتى تلتزم قدر الإمكان هالأهالي بهالمنهج هذا. مع العلم مناهجنا مثل ما قلت كل مسألة الحرية، يعني حرية التعليم بلغة الأم، هذا موجود متعارف عليه، ما في داعي نحكي فيه يعني. كان هناك قبل فترة وفق اطلاعي على الموضوع كان هناك زيارة لوفد من هيئة التربية والتعليم لمؤتمر تعليم بألمانيا. كان هناك أيضا لقاءات، كان في هناك أي شيء مفيد بهالموضوع، نقاشات، مسألة الدعم، مسألة الأمور اللي هلأ أنت طرحتها؟ ذكرت رؤوس أقلام بهالمجال هذا، في علاقات عم نسعى لتطور أكثر. هلا عندنا مشروع بالصيف التعليم عن طريق الأونلاين. عندنا مشروع عم نجهز مراكز. بداية الصيف بدنا نبلش بهالأمور. مراكز تعليمية؟ مراكز خاص بطلابنا، خاص بطلاب الإدارة الذاتية الموجودة. المناهج الموجودة عندنا عم ناخذ عينات مدرستين 3 4 كادر الموجود عنده، طلاب الموجودين، تعليم عن طريق الأونلاين من سواء كانت من ألمانيا أو من أمريكا أو حسب الاتفاقيات اللي عم نشتغل عليها. يعني يتم العمل حاليا على العمل عم بيتم. يعني أنا ذكرت إنه في انفتاح إلى حد ما ودعم لمناهج الإدارة الذاتية. نتحدث عن مسألة الانفتاح ومسألة الاستفادة من العالم المتطور. أستاذ مصطفى، الأتمتة، وسائل التواصل، كيف فينا نستفيد من هالأمور لوضعها في خدمة الطلبة وأيضا في خدمة إدارة المدرسة العامة؟ هلا الواقع اللي عم نمر فيه، الواقع الصعوبات اللي عم نمر فيها صعوبات كبيرة. تأمين مثلا تأمين الكهرباء لكل المدارس مشكلة، يعني مشكلة عم نعاني في مشكلة بتأمين الطاقة بالتأكيد. يعني بالتأكيد بدها قوة اقتصادية قوية لتأمن كهرباء ل 2000 مدرسة مثلا من الساعة 8 لنفرض للساعة 1. في مشكلة. يعني من المفروض بهالحالة لازم تكون في كل مدرسة في إلى جانب خاص من الإنارة، سواء كانت عن طريق الطاقة الشمسية أو المولدات. هالحالة هاي تأثر علينا كثير لحتى نستخدم سواء كانت اللابتوب أو أجهزة الإسقاط. تأثر علينا كثير، حتى ضمن إطار المخابر عم تأثر علينا نتيجة تفاعلات عدم توفر الطاقة. عدم توفر الطاقة عم تأثر علينا كثير هالموضوع هذا. يعني بحال توفر الطاقة رح يكون في كثير نتائج إيجابية. بالتأكيد. مسألة المخابر، الحالات الكيميائية أو الفيزيائية ضمن إطار الوسائل التعليمية، تفاعل الطلاب، إعطاء درس عن طريق جهاز إسقاط، تلقين المعلومة عن طريق أجهزة الإسقاط. في شغلات كثيرة موجودة عندنا، حتى بميزانياتنا في أرصدة إلى كمان نحاول قدر الإمكان نأمن هالمستلزمات وندخلها ضمن إطار العملية التعليمية الموجودة عندنا في السنين في الأعوام القادمة. يعني صحيح. تحدثت بموضوع النواقص عن هالأمور، والسبب أنه يمكن الميزانية أو المسألة الاقتصادية بتأثر على تأمين هالاحتياجات الضرورية لتعليم الطفل. أستاذة نصرين، يتحدث البعض أيضا عن وجود إهمال. تحدثنا قبل قليل عن مسألة النواقص والإهمال بالمراكز التعليمية العامة. البعض يتحدث أيضا عن وجود إهمال وبعض الإهمال ضمن المراكز الخاصة. ما رأيك؟ والله الإهمال بعتقد ما راح يكون من قبل إدارة المراكز الخاصة، لأنه بالدرجة الأولى، وهذا الشيء واقع وحقيقة، أنه المراكز الخاصة تسعى للفائدة المالية، الربح. يعني أكيد قدر الإمكان راح تحاول ما يكون في عندها إهمال. بس مثل ما حكينا قبل شوي أنه في تسرب من الطلاب، حتى اللي يجوا على المراكز الخاصة أهاليهم ما يتابعون. يمكن في إهمال غير مقصود. يعني مو أنه عم دافع عن المراكز الخاصة، بس عم بحكي بشكل عام أنه طالما مركز خاص راح يسعى للصيت
انه هذا مثلا نمبر 1 بالتعليم، يعني مثلا بالمهنة اللي عم يعلمها. فقدر الامكان راح يجيب اكثر الوسائل حداثة، وراح يحاول يخرج متفوقين من عنده. يمكن انه الناحية الاقتصادية او الحدود اللي ما تسمح لاستيراد ادوات ووسائل جديدة تواكب التطورات الحديثة، ما بعرف الحقيقة. يعني بعتقد انه اذا يكون في تقصير راح يكون في من طرف الاهالي اكثر من اصحابين المراكز. يعني في اشياء ما بيقدروا عليها، مثلا الكهرباء فيهم مثلا يأمنوا مولدة، بس مثلا مراوح محروقات فيهم يأمنوها المراكز، باعتبار عم ياخذوا نسبة منيحة من الأهالي. يعني يوفق مع دارين انه الاهمال الموجود بالمراكز الخاصة هي من قبل اهالي الطلاب والمتعلمين بهالمراكز، بتقع على عاتق المركز انه يتابع هالموضوع مع الاهل ولا لا؟ المفروض انا مثلا كأهالي يعني بدي اروح سجل فرضا ابني بمدرسة خاصة، يكون عندي شروط معينة. هذا المركز الخاص للغة، لما فرضا بدي اعلمه اللغة الانجليزية لازم الكادر يكون يعني مشهود له انه ذو كفاءة، لازم عم يتابع، ما يتهرب من الحصص، ما يكون في غيابات. مثلا بالشتاء مطلوب من المركز يكون في تدفئة، بالصيف يكون في تكييف. تمام، حسب المركز إذا اتفقت معه في وسيلة نقل ولا لا. يعني بعتقد إنه هاي بترجع بالأخير للاتفاق، الاتفاق اللي بين الأهالي وبين أصحابين المركز. يعني هذا اللي بعتقد إنه أحيانا مثل ما تفضلت هون الأخت كمان، في طلاب هن اللي ما عم يداوموا، هن اللي يتسربوا. هاي مثل ما حكينا بدها بقى بيكون في متابعة من المركز، والأهل مع ومتابعة من قبل المركز مع الأهل لمعرفة الأسباب حول تسرب المفروض من المركز. المركز يكون متابع للطالب. أحيانا الطالب بيفوت على المركز كمان، بس ما يفوت على الدرس أو على المحاضرة. أحيانا على عاتق المركز الجهاز الإداري المتابع، المسؤول عن المتابعة، مقدم الخدمة وكمان لازم يكون في بالمركز متابعة للطلاب نفسهم، ما إنه مركز خاص. هلا الأخ مصطفى قال إنه بالمدارس عندهم عم يتابعوا الطلاب سلوكهم، يعني يتابعوه بشكل نظامي حتى في الاستراحات بالصفوف النظافة. المفروض حتى هون بالمراكز الخاصة كمان هاي النقاط يستفيدوا منها ويتمسكوا فيها. انه ممكن طالب يخرب على زميله، مثلا تعال نروح نشرب لنا سيجارة، تعال نروح نشوف لنا مقطع فيديو على الواتس او على على الموبايل او هالشيء. يعني يكون في متابعة لسلوك الطلاب حتى ضمن مراكز الخاصة، مو انه والله انا بدفع مصاري خلاص سلمت ابني والله بدي احط راسي نام. لا، الإدارة والأهالي المفروض يكون في متابعة من الطرفين. أستاذي دلشة، يعني تحدثنا هلا عن مسائل أمور عديدة ومشاكل عديدة بتصير بالمراكز الخاصة والعامة. برأيك آلية وكيفية التعاون بين أي مركز تعليمي خاص والمراكز التعليمية العامة، خلينا نسميه التعاون، كيف ممكن يكون في آلية للتعاون بين المجالين القطاعين ليكون في استفادة بالنهاية للطالب ولتحصيله؟ بصراحة لهلا ما في تعاون بيناتنا، وما نعرض علينا مثل هيك مشروع. بس نحن جاهزين لأي تعاون. أي تعاون كمان سهل ويعطينا العافية. طيب تفضلي. هذا هو. طيب كيف ممكن يصير تعاون؟ يعني برأيك لما يكون في تعاون بين القطاع التعليمي العام الرسمي والقطاع الخاص، المراكز الخاصة، رح يكون في نتائج إيجابية برأيك؟ أكيد أكيد. هلا نحن لما نعطي كورسات انجليزي للطالب بنلاحظ تطوره. هون بالمدرسه كمان هو يكون متفوق، يكون عنده ثقه بنفسه، يكون من اسمه بقائمه المتفوقين سواء باللغه الانجليزيه او محفزه لغير مواد انه يكون متفوق ويسعى للافضل. كمان
هو ما في تعاون ابدا. طيب لماذا لا يوجد تعاون؟ التعاون يعني يمكن ما بعرف، لانه لغه غير لغه الام وعندهم تحفظاتهم الخاصه، ما بعرف. يعني هو لازم يكون في مثل المسابقات، نشاطات جماعيه مشتركه بين تكون مشتركه، المراكز العامه والخاصه. مثلا بناخذ كم طالب ويقدموا مسرحيه عندهم هون، الطالب عندهم يتحفز ياخذ اللغه الانجليزيه يعني ويتقدم فيها اكثر يعني. كون اللغه الانجليزيه لغه عالميه يعني لازم نتطور فيها بكل المجالات، يعني بتلزم للكمبيوتر، بتلزم لأي شيء يعني بالحياة العملية. صحيح. بالنتيجة يعني باعتبار المراكز الخاصة يعني بيكون في تخصصية أكثر بمسائل الإعطاء والمعلمين، هذا الشيء رح يكون بالنتيجة إيجابي للقطاع العام أيضا، يعني مسألة التعاون بين القطاعين. خلونا متابعينا نطلع لفاصل وبنرجع نكمل حديثنا مع الضيوف الكرام. من جديد يسعد مساكم متابعينا. نكمل مع ضيوفنا الكرام حوارنا ونقاشنا حول واقع التعليم والبيئة التعليمية بمناطقنا. أستاذ مصطفى، النسبة الأعلى من سكان سوريا وسكان مناطقنا شمال شرق سوريا ليس بمقدورهم إرسال أبنائهم للمدارس الخاصة. رغم هذا الشيء عم نلاحظ وجود زيادة بنسبة إرسال الأهالي أولادهم للمدارس الخاصة رغم احتياجهم لتلك المصاريف. هذا بالطرف الآخر من الموضوع هناك أيضا فئة تتوجه لعدم الاهتمام وبالنتيجة تسرب. يا ترى بهالخصوص موضوع التسرب أستاذ مصطفى، هل هناك إجراءات متبعة لتقليل نسب التسرب؟ هل لدينا قانون أو مادة يلزم التعليم؟ هلا بموضوع المدارس الخاصة ما بعرف، ماني متفق معك انه في مدارس خاصة، لانه بالاساس بسياسة الادارة الذاتية الديمقراطية ما في شيء اسمه مدرسة خاصة. في مركز تعليم لغة انجليزية، لغة فرنسية، لغة المانية، مركز روضات، مركز تعليم مهنة خياطة، مركز تعليم الدبكات، مركز تعليم الموسيقى. هذا بيختلف اختلاف كلي عن مدرسة خاصة تعطى فيها مناهج الإدارة الذاتية الديمقراطية. هي لازم تكون واضحة للجميع يعني. نعم. بسياسة الإدارة الذاتية قلنا التعليم بالأساس مجاني بدون أي مردود مادي، بدون أي مردود مادي. طبعا قلنا كمان بمدارسنا 3 فئات موجودة عم يدرس كل مكون بلغته الأم. نعم. عم بتقولي انه في قسم من الطلاب عم يتوجهوا للمدارس الخاصة. قلت ما في مدارس خاصة، ولكن قسم من الطلاب عم يتوجه
مدارس اللي عم تدرس فيها منهاج الدولة. هيك العبارة لازم تكون أدق أتوقع. نعم. حتى ما نظلم المراكز الخاصة، إنه المراكز الخاصة قسم منهم للأمانة ما عم يعطوا مناهج الدولة، قسم منهم ملتزم، وقسم منهم تحت مسميات كثيرة عم يعطوا مناهج الدولة كمان، مشان ما نظلمهم كمان يعني. نعم. قسم من الطلاب عم يتسرب لهذوليك المدارس ضمن اطار مثل متعلقه بالحاله السياسيه، حاله الاعتراف بالشهاده. هذا العامل الاساسي، نعم. او التحدي الاساسي اللي عم نمر بهالامور هذول فيها، بهالامر هذا فيه يعني. مسألة التسرب، سؤالي الأساسي أستاذ مصطفى حول موضوع الفئة التي تتوجه لعدم الاهتمام بالتعليم وعدم الاهتمام بإرسال أطفالهم للتعليم بالمراكز التعليمية العامة وزيادة نسب التسرب. يعني السؤال هو، هل من إجراءات متبعة لتقليل نسب التسرب من الدراسة؟ هل لدينا هنا قانون يلزم التعليم أو مادة يلزم التعليم؟ بالنسبة للحالة التعليمية عندنا التعليم إلزامي من التحضيري للصف التاسع. تعليم إلزامي، ولكن الواقع اللي عم نعيش فيه، نعم، مسألة الحرب، التهديدات، مخلفات المعارك اللي صارت لحد الآن، وجود قوى عسكرية عم تتصارع على المنطقة، عم تغري الشباب، تغري الجيل الصاعد، سواء كانت الحالة المادية أو حالة العنف أو حالة عدم، في شغلات كثيرة. الجانب الاقتصادي عم يلعب دور كبير بهالمجال هذا. قسم من الطلاب بالأخص بعد مرحلة التاسع عم يتركوا المدارس، عم يتجهوا لساحات عمل موجودة، يعني هالمساحات متوفرة ضمن مناطقنا، يستقبلوا هالناس هدول كمان، نتيجة يجوز قلة الشباب بشكل عام، يعني الهجرة اللي صارت بالمنطقة في مراكز كثيرة عم تستقبل العالم بعد مرحلة التاسع يروح يشتغل، يعني يروح يشتغل في هالامور هدول كثير. يعني اجراءاتنا الوقائيه عم نشتغل، ولكن في قرار التعليم الالزامي، يعني هلا محتمل نقدر يعني ننفذ هالقرار هذا، نشوف اي طالب تحت ما خلص الصف التاسع يعني باي مركز يشتغل، نقدر نروح عن طريق القوى العسكريه نمنعه تعال فوت على المدرسه. تطبيق هالامر هذا بارض الواقع هو بحد ذاته مشكله، يعني هو بحد ذاته مشكله. تعال نروح على الصناعه او على اي مركز ثاني عن طريق الاسايش، نلمها العالم هدول وتعالوا على المدارس. عم نشتغل على جانب ثاني، على جانب التوعيه، توعيه مجتمعيه. عم نوجه الاهالي انه الملاذ الاخير لاي شاب او المستقبل الاكثر تطورا لاي شاب هو العلم. من المفروض يرجع المدارس يتعلم التعليم. الملاذ الاساسي له يعني، او المنقذ الاساسي لهالشخص هذا هو العلم. اذا ما تعلم وما وصل لمراكز علميه متقدمه، يعني اذا ما خلص تعليمه راح يطلع انسان غير فعال. قوة الإنتاج بالمجتمع لهالإنسان هذا راح يكون، إذا توازنوا مع إنسان متعلم خريج عنده شهادة، مسألة المقارنة بيناتهم راح تكون كتير مختلفة. يعني عم نحاول قدر الإمكان نشجع الجانب التعليمي، حتى عم نجيب أمثلة إنه في طالب خلص شهادته، خريج جامعي، فرص العمل قدامه أكثر ب100 مرة من شخص ثاني ما معه تعليمه مو مخلص التاسع أو مخلص البكالوريا كمان. عم نعطي هالأمثلة ومقارنات كثيرة عن طريق التوعية المجتمعية. أستاذ مصطفى، تحدثت عن أمور كثيرة، أنه رغم وجود قانون بإلزامية التعليم للصف التاسع، ولكن هناك نقاط أو أمور خارج عن السيطرة، الوضع الأمني بالمنطقة، الوضع الاقتصادي المؤثر، ولكن أنتم عم تقوموا بتوعية الأهالي وتوجيه الأهالي. كيف بيتم هالتوعية؟ من خلال أي قنوات عم توجهوا الأهالي لموضوع أهمية التعليم وإرسال أطفالهم للمدارس؟ مجمل الوسائل المتوفرة عم نستخدمها، سواء كانت إعلامية مرئية أو سمعية أو عن طريق ندوات خاصة للأهالي. محاضرات خاصة عم نعطي للأهالي. حتى في شغلات كثيرة القسم من المثقفين عن طريق محاضراتهم الثقافية عم يتوجهوا بهالأمور هدول، سواء كان عن طريق مسرحيات أو سكيتشات صغيرة عم يعملوها بالمناطق بالأماكن العامة، يعني نعم، لحتى يلتفتوا هالأمور هدول. يعني عم نشتغل بمجمل من خلال التوعية المجتمعية بندوات ومحاضرات للأهالي لأهمية التعليم. أستاذة نصرين، برأيك
ما هي مقومات المدارس الخاصة؟ أي تصور لموضوع مقومات المدارس الخاصة؟ يعني مثلا تأمين خروج الطلبة، وجود حراسة، وجود كاميرات، تأمين السلامة للطلاب، الذهاب والإياب للمنزل. ما رأيك بهذا الأمر؟ يعني ما هي مقومات المدارس الخاصة وفق رأيك؟ والله حسب المراكز، يعني في مراكز مثلا مختصة بالأطفال تأمن وسيلة نقل للأطفال حسب إمكانياتهم المادية، مثلا مثل ما حكينا التدفئة، الترفيه، مثلا مختصين بالأطفال يأمنوا ألعاب وهيك شيء. مثلا المختصين بالتعليم اللغات يأمنوا أساتذة مختصين. المختصين بالمعلوماتية مثلا يحضروا اللابتوبات. يعني حسب كل مركز وسياسته. يعني هلا أنا كمدني مثلا إنسان بدي أبعت حدا من طرفي، يعني بدي أدور على المركز اللي تتوفر فيه أكثر المقومات اللي بتحتاجها أو يحتاج الموضوع اللي أنا محتاجته. إذا كان طفل أو إذا كان شاب مثلا بده يتعلم إنجليزي، شاب بده يتعلم ألماني. يعني ما معقول أبعت فرضا بنتي تتعلم ألماني بمركز ما فيه مدرسين يدرسوا ألماني. أكيد بدي أسأل. وطبعا كل ما المركز عمل على تقدمه ووفر المقومات، سواء كانت آلات أو وسائل نقل أو وسائل تدفئة، ترفيه، كل ما راح يحوز على نسبة أكبر من الأهالي والمرتادين له. يعني مقومات المدارس الخاصة وفق وجهة نظرك أستاذة ناصرين يكون متوفر فيها وسائل ترفيه، مواصلات حسب الحاجة، والموقع كمان له دور كبير، وأجهزة متطورة. والموقع المركز نفسه يعني مؤثر. إذا كان بمنطقة فيها أمان، إذا كان بمنطقة نظيفة، بمنطقة بإمكان وسائل المواصلات تتوصل له. يعني أكيد الإنسان بيدور بالأول وبالأخير على راحته. مثلا إذا مركز قريب مني ومتوفر فيه الشيء اللي أنا أطلب، ليش لا أحط مثلا مواصلات؟ تمام. إذا مركز العفو بحارة غير نظيفة أو ما فيها زفت، ماني مستعدة أروح فرضا. نعم. إلا إذا ما كان في بديل له. بوقتها ممكن صاحب المركز يتحكم بالأهالي. إذا ما كان في حال لم يتوفر بديل. كيف ممكن يتحكم؟ مثلا إذا ما كان في غير مركز واحد مختص باللغة الألمانية فرضا. نقص عدد المراكز بيأثر إنه بيكون في استغلال. يعني مو بس نقصة، عدم توفر البديل. هلا إذا في عندي مركزين يدرسوا اللغة الألمانية، بيكون أنا بإمكاني اختار بين اللي يناسبني أكتر. بس إذا كان مركز واحد أكيد رح يتحكم فيني. أنا عندي هذا الموجود، بدك ما بدك ما بدك. ممكن يكون التحكم بأسعار بالأسعار، بالوسائل، بالكادر التدريسي، بالخدمات، بكل شيء. ممكن كتحفيز للأهالي مثلا أصحابين المراكز يقدموا مثلا عروض بالتدريس، عروض بنقص بقيمة القسط، عروض محفزة. مثلا قلم هدية، مثلا يعملوا مسابقات لطلابهم نفسهم ويحفزوهم انه يدرسوا اكثر، يكرموا المتفوقين، حتى يكرموا الكادر التدريسي الاكثر اللي يبذل اكثر جهد. يعني يكون عنده طلاب متفوقين ومتميزين. نقاط هامة تحدثت عنها الآنسة ناصرين أستاذة دلشة، مسألة التحفيز الطلاب بالمراكز التعليمية الخاصة، تكريمهم، الحفاظ، بمعنى الحفاظ على أمن الطلبة، توفير بيئة آمنة للتعليم وللطالب. كيفية الحفاظ على هالنقاط أستاذة دلشة، أمن الطلبة، البيئة الآمنة، وصول ومغادرة الطلاب، كيف بيكون الحفاظ على هالأمور؟ مثل ما تفضلت أنسة نصرين، إذا الطالب بيكون صغير بنأمن له مواصلات.
وإذا هناك أعمار محددة في أعمار محددة. وإذا كبير يعني حسب رغبتهم هن. في هلا بيجوا التاكسي بيوصلهم، بيجي بياخذهم بنفس الساعة، وفي تنسيق بيننا وبين الأهل بهذا الموضوع، سواء كان صغير أو كبير. يعني في ناس عندنا طلاب يعني يكونوا صبايا ويجون من مكان بعيد على اسمنا، مثلا يجون إنه حصرا بهذا المركز، حصرا عند الأنسة الفلانية. هون عم ننسق مع الأهل ومنأمنهم المواصلات في عن طريق الكاميرات اللي حطيناها بساحات المركز، وفي أحيانا بالقاعات كمان موجودة. أنا بشوف إنه الأهل يطمنوا أكتر ويأمنوا إنه يحطوا أولادهم عنا لما نكون على تواصل معهم. دائما في تواصل بيني وبين الأهل. الطالب سواء كان شاطر بنحفزه بأمور المستوى هو أدنى كمان بنتواصل مع الأهل وبنشوف وين النقص بنشتغل عليه. في أحيانا الطالب ما بيحب اللغة، بنحبب باللغة يعني تحفيزه من خلال انه شوف رفقاتك وين صار، وشوف الفيديو الفلاني، يعني التوعية. شوف كان بلش معنا من الصفر، الصديقة كان مرحلة الستارتر، هلا شوف وين صار. يعني بيتحفز أكتر. طيب مشاكل بتواجهكم بالمراكز التعليمية الخاصة أستاذة دلشا، سواء من الطلبة أو مشاكل من أهالي الطلبة، شو المشاكل اللي بتصير معكم بتواجهوها؟ هو المشاكل أكيد فيه، بس والأكيد أكثر إنه أقل من المراكز العامة. كون العدد بالجروب يكون قليل أقل. يكون في يعني إمكانية التواصل أسهل. جروبات التواصل الطلاب كلها يكونوا فيها يعني فيها متابعين وينسقوا مع بعض، كله يكون يعني أسهل من المدارس العامة. يعني المشاكل بيكون ما في مشاكل. أنا بشوف عند المراهقين في مشاكل لها علاقة بالعمر أكيد. الطفل مشاكله يكون غير مشاكل المراهق. الآن نحن عم نتابع المراهق أكتر. الأطفال بنتابع حالاتهم النفسية أكتر من خلال البرنامج الدعم النفسي لعني. في عنا دراسة حالات من خلال برنامج الدعم النفسي. نتابع الطالب مع الأهل وبنشتغل على الحالة حسب الحالة. المراهق في يعني يتعرضوا لتنمر من بيناتهم هن نفسهم. يعني مثلا الطالب تخربط بكلمة، التانيين يضحكوا عليه. هلا الصغير مثلا الأنسة تحط قوانين للجلسة. الطالب الصغير يعني هيك بيسمع كلام الأنسة أكثر، أما المراهق لا، بتشوفيه متنمر يعني. وما بيسمع الكلام ما الأنسة كتير. ما بتحاولوا تعالجوا هالمسألة؟ كتير عم نوقف عليها وعم نعالج، وطلع معنا كتير مخرجات حلوة. خلينا نطلع لفاصل وبنرجع نكمل الحلقة.
مجددا يسعد مساكم متابعينا ضيوف الكرام. تقريبا حلقتنا بالنهاية. أستاذ مصطفى، تحب تقول أي كلمة أخيرة؟ تفضل. هلا بالنسبة للجانب التعليمي، الحالة المميزة اللي عايشناها وعم بنعيشها هو المكون الكردي. نعم. المكون الكردي باعتبار المناهج الكردية فاتت على المدارس. قبل اللغة الكردية كانت لغة مجتمعية. نعم. هلا اللغة الكردية صارت لغة مدرسية، لغة مدرسة يتعلم فيها الطالب، عم ياخذ كافة المناهج الموجودة فيها. نعم. وهذا من المفروض الأهالي أو الشعب الكردي يدعم هالجانب هذا بكافة الوسائل المتاحة لديه. الاهتمام أكثر باللغة. الاهتمام أكثر من هيك بكتير كمان، لأنه المنفذ الوحيد للشعب الكردي لحتى يرتقى يصل لمراحل الشعوب المجاورة اللي عم يتعايش معها هو التعليم باللغة الكردية. نعم. التعليم باللغة الكردية هذا جانب أساسي، وبتمنى من كافة الشعب الكردي يهتموا بهالموضوع هذا ويبعثوا أولادهم للمدارس ليتعلموا مو بس اللغة، ليأخذوا المنهاج باللغة الكردية. نعم. ليأخذ منهاج الرياضيات باللغة الكردية، ليأخذ منهاج الفيزياء باللغة الكردية، لحتى يقدر يفكر بالعلم تفكير كردي. يعني باللغة الكردية يفكر كيف بده يطور الرياضيات فيها، كيف بده يشتغل بالطب باللغة الكردية، يفكر علميا. هذا جانب كتير مهم بالنسبة للشعب الكردي. الحالة العلمية بشكل عام لمجمل المجتمع السوري بكافة مكوناته، بقول يعني إذا من المفروض الكل يوجه أولاده إلى جانب التعليم، لأنه بالعلم وحده نقدر نبني مجتمع سليم. نعم. هالمجتمع يكون بعيد عن الحالة التطرف بكافة أشكالها. بالعلم وحده نستطيع بناء مجتمع ديمقراطي، مجتمع متحضر يعتمد على سياسة الحوار وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية. بالعلم وحده نستطيع إيصال مجتمعنا إلى مجتمع متطور يضاهي مجتمعات العالم. نعم. أستاذة نسرين، تحبي تضيفي شيء؟ تفضلي. بالإضافة للشيء اللي ذكره الأستاذ مصطفى، أنا برجع وبأكد أنه التحاور والإنصات، الاستماع إلى الطالب نفسه، وكمان يكون في لقاءات مستمرة ومتابعة بين الأهالي والجهاز التدريسي، حتى نأكد للطالب أنه سر نجاح الحياة هو النجاح بالعلم. للأسف طلابنا هلا بشكل عام كتير يعني في محاولات كتيرة تبعد طلابنا عن العلم. لازم نرجع نحببهم بالعلم ونفهمهم انه اذا نحن ما ارتقينا بالعلم مستحيل نرتقي كدولة ونصل لمساوي المستويات اللي وصلت لها الدول الأخرى. يعني هاي الدول المتقدمة كلها بإيش وصلت؟ كلها بالعلم. حضارات تقوم بالعلم تماما. كمان فينا نشجع طلابنا مثل ما ذكرنا بالتحفيزات، بالمبادرات، بالأنشطة الرياضية، نفرجيهم خاصة بالمراكز الخاصة وحتى العامة كمان فيديوهات وتجارب لدول ناجحة تشجع طلابنا أنه هن كانوا مثلكم طلاب ووصلوا لهالشي. انتوا كمان بالعكس عندكم عقل وعندكم يمكن الأمن شوي مأثر كمان، هالتهديدات الأمنية قبل تركيا وهي، يعني نحاول نهدي من روع طلابنا شوي إنه هذا ظرف مؤقت لابد إنه ينتهي، ما في شيء ما له بداية إلا له نهاية كمان. إن شاء الله يفرجها على الجميع وترجع مدارسنا أحسن من الأول. والله طاقات الشباب اللي عنا عن جد طاقات كتير كبيرة، بس للأسف يعني هالأوضاع خلت طلابنا يعني مثل حبة الحمص اللي نضربها، يعني تبعثرت كلياتها. بحاجة لتوجيه، الطاقات بحاجة لتوجيه. أكيد المام باهتمام. وكمان في نقطة كتير مهمة يمكن ما ذكرناها بالحديث، إنه نترك الطالب يختار الفرع اللي هو يحب يدرسه. للأسف هلا عنا إلى هلا يمكن مسيطرة هاي الفكرة إنه أنا بدي ابني يطلع دكتور، الثاني بده ابنه يطلع مهندس. لا، خليه ويختار الفرع اللي هو يحبزه مشان يبدع فيه، لأنه بالتالي بناء الوطن محتاج لكل أنواع العلوم، مو بس للطب ولا غيره.
ويعطيكم العافية ومشكورين. الله يعافيكي أستاذة دلشا، تحبي تضيفي شيء؟ ما بحب كرر الكلام اللي قالوه الزملاء كتير حلو وكتير محفز. أنا بوجه نصيحة بكون إنه أنا بمركز خاص، إنه بوجه نصيحتي للأهالي إنه يهتموا يتابعوا معنا أكثر مع المركز يعني الخاص. نسبة 70% الأهل يشكلوا نسبة 30% لحتى نطلع بنتيجة كتير حلوة. يعني بالتالي الأهل يبعتوا أولادهم للمركز مشان يتعلموا. طيب تابع معنا وكون متعاون مشان نطلع بنتيجة حلوة للحصول على النتيجة المرجوة يعني سواء للمركز أو من تأملات الأهالي يعني. هنا أعزائي مشاهدي ومستمعي راديو بوير اف ام، لا يسعني إلا أن أشكر ضيوفي الكرام والحضور الجميل في الاستديو، الأستاذ مصطفى فرحان الرئاسة المشتركة لهيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، جزيل الشكر لحضرتك. الأستاذة نصرين مجيد موسى العضو في شبكة قائدات السلام ومن محبي العمل المدني، كل الشكر لحضرتك. والأستاذة دلشا بيري الإدارية في مركز هالو إنجليش على الحضور ورحابة الصدر. شكرا لكم متابعي ومشاهدي بوير اف ام. كانت هذه الحلقة الأولى ضمن 3 حلقات إذاعية ستكون حول الواقع التعليمي في مناطقنا في مراكز التعليم العامة والخاصة. انتظرونا الخميس المقبل في حلقتنا الثانية. كنت معكم شيف حسن، في أمان الله.